أهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. في الحلقة دي هنتكلم عن بعض أفراد العيلة مع بعض الوظائف. ركز، يبقى الموضوع عن بعض أفراد العيلة مع بعض الوظائف. خلي بالك هنعمل لينك ما بين الاتنين. يلا بينا. يلا بينا. السلام عليكم، أنا مصطفى عبده وأنت بتتفرج على أقوى كورس لتعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من قناة إنجليزي ديليفري. بص، احنا هناخد أسماء بعض أفراد العيلة وبعد كده أسماء الوظائف الأكثر شيوعا، وبعد كده هنعمل لينك ما بين الاتنين في جمل بسيطة وسهلة. وكالعادة أنا هختفي من الصورة علشان أديلك فرصة تركز أكتر. يلا بينا. يلا بينا. أولا أسماء بعض أفراد العائلة. father mother sister brother uncle grandpa grandma aunt، وممكن بالبريطاني aunt. neighbor، ودي كانت أسماء بعض أفراد العيلة. هناخد دلوقتي بعض أسماء الوظائف. يلا بينا. doctor police officer fireman teacher dentist vet engineer accountant actor actress carpenter banker. جاء وقت تكوين الجمل. ودلوقتي بعد ما خلصنا سرد في بعض أسماء أفراد العيلة وبعض أسماء الوظائف، جاء وقت إن احنا نعمل لينك ما بين الاتنين ونكون جمل. يلا بينا. My father is a doctor. لاحظ كده كلمة my في الجملة بنستخدمها لما نحب نقول إن الحاجة دي ملكي بتاعتي. يعني مثلا كلمة book يعني كتاب، لو عايز تقول كتابي هتقول my book، وهكذا my car my house إلى آخره. My mother is a teacher. My aunt is a vet. ممكن كمان my aunt is a vet، الاتنين صح. My uncle is a dentist. My neighbor is a fireman. My sister is an accountant. My neighbor is a police officer. My grandpa is a vet. My brother is a banker. My uncle is an engineer. My neighbor is an actor. وجا دلوقتي وقت المراجعة. هقول الجملة واسيب لك مساحة تردد ورايا، وزي كل مرة عايزك تحفظ جمل ما تحفظش كلمات. جاهز؟ يلا بينا. My father is a doctor. My mother is a teacher. My aunt is a vet. My uncle is a dentist.
My neighbor is a fireman. My sister is an accountant. My neighbor is a police officer. My grandpa is a vet. My brother is a banker. My uncle is an engineer. My neighbor is an actor. وفي النهاية عايز أقول لك لازم يكون عندك نوت بوك علشان تقدر تكتب فيها الجمل وتذاكر صح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان توصلك الحلقة الثالثة. سلام.